ما انتهت القضية مع توقيف قبضاي الحي ميم نون، لأنه الاعترافات يلي أدلى فيها وصلت المحققين لخيوط جديدة عن تاجر السم يلي ورط كتار غيره من الشباب بمنطقة صبرا ومحيطها، ويلي صار كل همهم ينفذوا عمليات سلب ليأمنوا حق جرعة المخدرات. وتاجر الموت كل ما يغرقوا الشباب بالتعاطي والإدمان كل ما ترتفع نسبة مبيعاته. خلال استجواب ميم نون كشف عن اسم التاجر وعن الأساليب اللي بيعتمدها لتوزيع الممنوعات داخل شوارع صبرا، وذكر أسماء عدد من المروجين والزبائن، وحدد بعض المواقع اللي بتتم فيها عمليات الترويج. فيما تولى القسم الفني تفريغ الهواتف اللي ضبطت مع الموقوف لتحليل المحادثات والمعلومات ومقاطعتها مع أقواله. توازياً كلف قسم الاستعلام والتحقيق بمديرية جبل لبنان الإقليمية بأمن الدولة مكتب بعبدة للتحقق من المعلومات. بنتيجة المتابعة الفورية اتضحت الهوية الكاملة للتاجر ميم ألاف، وكشفت التقارير انه هو بالفعل احد ابرز المطلوبين للقضاء بجرم الاتجار بالمخدرات، وصاحب باع طويل بالاعمال الجرمية، ومعروف بأكثر من اسم، مسلح بشكل دائم وشديد الحذر بتحركاته. وبظل الظروف الأمنية والاقتصادية اللي عم بمر فيها لبنان صار عنده قناعة انه بيقدر يستغل هالظروف والثغرات ليتمادى بأعماله. بعد مخابرة القضاء واخذ إشارة بتوقيفه، تولي الدورية من مكتب بعبدة بأمن الدولة رصد المطلوب. خلال الاستطلاع والتحري تبين وجود عدد من الأشخاص أو ما يعرف بالكشافين مهمتهم إبلاغ المطلوب لحظة دخول أي دورية أمنية إلى المنطقة ليتوارى فوراً عن الأنظار. بعد التنسيق مع غرفة عمليات جبل لبنان بأمن الدولة وضعت الخطة المناسبة وأعطيت الأوامر والتوجيهات للإطباق على الهدف. وبعملية مفاجئة ودقيقة أوقفت قوة من مديرية جبل لبنان الإقليمية بأمن الدولة التاجر ميم ألاف داخل منطقة صبرا بعد محاصرة البقعة الجغرافية اللي بيتحصن فيها وشل حركته قبل ما يتمكن من استعمال مسدسه الحربي. خلال التحقيق مع الموقوف ميم ألاف تبين انه بحقه عدة مذكرات توقيف بجرم تعاطي والاتجار بالمخدرات، وبجرائم اطلاق نار ونقل والاتجار بالاسلحة والذخائر الحربية وفرض خوات وسرقة وسلب. واعترف بالاتجار بالمخدرات داخل صبرا والمناطق المحيطة فيها من خلال عمال التوصيل على الدراجات النارية وهو بيوجههم عبر أحد التطبيقات الإلكترونية. أودع الموقوف مع المضبوطات الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بناء على إشارة من القضاء المختص. تاجر الموت يلي توقف هو واحد من الآلاف المنتشرين بكل شارع ومنطقة بلبنان، عم يتمددوا مثل مرض خبيث داخل المجتمع. وبما انه كل مواطن لازم يكون خفير، لازم كل واحد منكم يخبر عن امثال هالتجار ليحمي اولاده وشباب منطقته من السمية اللي عم يفتك بمجتمعنا.